في أعماق الليل كانت الجبال الإثيوبية غارقة في صمت ثقيل، لا شيء يوحي بأن الأرض تحتها تستعد لحدث سيغير وجه المنطقة. لكن في الأعماق كانت الصهارى تتحرك ببطء تبحث عن مخرج. رجفة خفيفة هزت التربة لأول مرة كتنبيه أولي لا يسمعه إلا الحذرون. بدأت رائحة الكبريت تنتشر، وأحس السكان بأن شيئا غير طبيعي يقترب. العلماء بدورهم لاحظوا ارتفاعا خطيرا في حرارة الفوهة. انتفاخات غير مألوفة ظهرت على جانب الجبل كأن الأرض تتنفس بشدة. كانت كل العلامات تقول شيئا واحدا: الانفجار قريب وقريب جدا. وفي الساعة 4:17 فجرا ضربت الأرض هزة عنيفة. أصوات كالرعد خرجت من باطن الجبل كأن شيئا عملاقا يستيقظ غضبانا. صعد أول عمود دخاني أسود نحو السماء معلنا بداية الانفجار. ثم جاءت اللحظة الحاسمة، انفجرت الفوهة بقوة مذهلة. تحولت السماء إلى اللون القاني كأن الليل أصبح نارا. تطايرت الصخور المنصهرة في كل اتجاه تشق الهواء كشرارات من غضب، وامتدت الحمم على المنحدرات تلتهم كل ما يعترض طريقها.